مرحبا فيكم أحبائي أصدقائي وما كنتوا تتابعوني، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية فيديو جديد، طبخة جديد. اليوم راح نعمل أطيب طبخة شوي ثقيلة أما كتير لذيذة. تابعوني ولا تنسون إذا عجبكم الفيديوهات ممكن الاشتراك وكبس على زر الجرس مشان أي شي جديد يصل عندكم. وهيك لازم نجهز حالنا ونروح على المطبخ. بالبداية نسمي بالله. هون عنا كيلو برغل ناعم، أنعم شي اللي بنستخدمه للتبولة. طبعا هاد ما نجريش، هاد برغل ناعم. راح أقيسه بالكاسة، وهاي الكاسة عندي كاسة معيار، يعني نفس قياس كاسة معيار. الكيلو راح تعمل 6 كاسات بهالقياس مثل ما شايفين. راح ننزلهم، وراح ننزل عليها ملعقة ملح وربع ملعقة فلفل أسود. راح نحركهم كتير منيح، وبعدها راح نحتاج مي دافية، لا سخنة ولا باردة. طبعا 3 كاسات مي، لكل كاسة تحتاج نصف كاسة مي. شوفوا ليها هي كاسة المعيار، لأنه كاسة عن كاسة بتفرق. طبعا إذا حابين نص الكمية تعملوها، نص كيلو قصدي، تعملوا 3 كاسات، راح تنزلوا كاسة ونص مي. راح نحركهم كتير منيح طبعا، وبعدها راح نغطيها ونتركها أقل شي نص ساعة ترتاح. بصراحة راح أعمل أنواع كتير للكبب، وأنا مجهزة للكبب المسلوقة، وكمان أنواع كبة البرغل من دون لحمة أو إضافات، بس كتير طلبوا مني لهيك عملت هالوصفة هاي. إن شاء الله راح ننزلهم عن قريب كمان. هلا راح نتركهم نص ساعة. هون نجينا على الحشوة. طبعا عندي هون بصلتين أنا فرمتهم كتير منيح، وراح أصفيهم من المي مثل ما شايفين، وهذا المي كمان راح أعتازه. شوفوا لي أنا صفيتها، وبعدين راح أعتاز هذا المي أعجن فيها العجين مثل ما شايفين. نزلت ملعقة ليه، فيكم تنزلوا زيت، أو إذا اللحمة عندكم مدهنة ما بدها أي إضافات، بس اللي بتعطي طعم كتير طيبة للحمة. أنا عملتها على إيدي، طبعا أنا نزلت الطريقة على التيك توك. لازم تكون درجة الحرارة كتير قوية، ما بتوطوها تحت اللحمة بنوب، ولا تغطوا اللحمة بنوب مشان تاخد لون من تحت. وبعدها راح تحركوها هيك مثل ما شايفين بالصورة. أنا بعملها على هالطريقة هاي. رح ننزل عليها فلفل أسود وكمان فلفل أحمر، وراح أنزل عليها الملح. ما راح أضيف أي إضافات بنوب، لأنه اللحمة ما بخليها تتغير مع طعم اللي بتطلع كتير طيبة. راح أنزل هون البصل هي اختيارية، فيكن تزيدوا شوي وفيكن تنقصوا، لأنه بعض ما يحبوا يكتروا البصل، وفي منهم حسب الظروف مثل ما شايفين. الله غطيتها 5 دقايق وراح أشوف. طبعا ملاحظة كتير مهمة، لازم ما تضل ولا نقطة دهن جوات الحشوة. إذا عندكم اللحمة كتير مدهنة لازم تصفوها من الدهن. هون عندي نص كاسة الجوز برشتهم وحطيتهم طبعا بعد ما طفيت من تحت اللحمة. رجعنا للبرغل بعد نص ساعة. رح نحتاج كاسة سميد، كمية سميد وسط، طبعا سميد القمح. رح نحتاج كمان 3/4 الكاس مي مثل ما شايفين، وراح نحركهم كتير منيح. طبعا
هاي الخطوة كتير ضروري، لازم تحركوها كلها مع بعضها. وبعدها رح نغطيها ونتركها ربع ساعة تانية. طبعا هالطريقة كتير حلوة والعجينة رح تجنن، جربوها ورح تدعولي. وبشكر كل واحد انضم إلى قناة جديد، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تكونوا. تحياتي لكم جميعا، القديم والجديد، وكل من يدعمني، وكل من يحط لي تعليقات رائعة وجميلة، وكل من يرد من أي دولة عم يتابعني. شكرا لكم جميعا. هلا هون غطيناها ورح نستنى عليها ربع ساعة مثل ما شايفين. ورجعت بعد ربع ساعة، الحبات البرغل كتير انفتحت، شربت المي كلها. راح نحتاج لحمة. اللحمة عندي النص كيلو، طبعا فيكن تقللوا ل 300 جرام كمان بيمشي حالة. راح ننزل عليه الكمون، وكمان راح ننزل عليه الفلفل الأحمر، وراح نحتاج لبصلة. هالبصلة راح أفرمها مع اللحمة، ما راح أحطها هون مثل ما شايفين. راح نفرم اللحمة طبعا على المكنة أنعم شي مثل ما شايفين، راح يصير ناعم كتير على هالشكل هذا. وراح نفرم البصلة معاها مثل ما شايفين. راح هلا نزلتها. طبعا فيكم تحطوا إذا المكنة ما كتير ناعمة عندكم فيكم تحطوها دورتين. أنا عندي كتير ناعمة، راح أنزلها هلا. هون عندي برش ليمون حطيته على اللحمة. طبعا الليمون برشته مو الأبيض غير الأصفر ملعقة. راح نحركهم هون كتير منيح بالبداية. وهلا هون أنا نزلت المية البصل، المية اللي كنت عصرتها، هلا بعجن فيها البرغل. هي كانت مقدار ربع كوب مشان تعرفوا إنه. ونزلت كمان مرة تانية على المكنة مثل ما شايفين على أنعم شي. أنا أخذت معي دورين يعني مرتين. وراح أنزل المي شوي شوي. أنا استخدمت نص كاسة تانية هيك على إيدي، كل شوي بحط نقطة مي. طبعا وعند الماكينة كمان إذا بدها مي شوي بتحطوها نقطة صغيرة شوي شوي، يعني مثل معلقة اللي بناكل فيها هيك بتحطوا المي، لا تزيدوا بنوب. أنا كل الكمية أخذت معي نص كاسة تانية للعجن، ما عدا ربع الكوب البصل. هيك أخذت طبعا لازم نعجنها كمان كتير منيح. هاي الكبة صراحة بدها شغل زيادة، طبعا كتير كتير طيبة كمان، لأنه أكتر المتابعين طلبوا مني لهيك أنا نزلت هذا الفيديو. طبعا عندي فيديوهات تانية من دون لحمة ومن دون تقريبا إضافات كتير بسيطة، وإن شاء الله عن قريب رح أنزلها. طبعا شوفوا ليها عجنتها كتير منيح. هلا رح اختبرها اذا كانت هون عندي نقطة زيت مثل ما شايفين. انا بحب افتحها بالزيت. هلا انتو فيكم تفتحوها بالمي كمان، المي تكون باردة بتحطوا فيها شوية ملح. كمان في بعض الناس بيحطون نقطة نشا، بس انا ما في داعي. انا بحب اعملها على هالشكل هذا، وانتو فيكم تعملوه مثل ما بدكم مثل ما شايفين. بتجنن العجين. هلا رح انزلها على وعاء تاني. طبعا بالبداية رح امسح ايدي مثل ما شايفين. متعودين نقطة زيت فقط، لا تكتروا الزيت بنوب بنوب، فقط مسحة صغيرة. هي بتعطيها لمعة كتير حلوة وبتساعد في التشكيل. شوفوا لي رح. واهم شي بتلبسوا كفوف. الكفوف بتساعد بالتشكيل شي مو طبيعي.
مع نقطة زيت بتصير الكبة رهيبة. هلا رح اغطيها ورح اتركها نص ساعة لساعة، يعني حسب ما حاجتكم. بصراحة اذا بتخلوها ترتاح رح تاخدوا النتيجة افضل. قد ما اهم شي تغطوها كتير كتير منيح، ما بتتركوها بنوم. هلا هون رجعنا، رح بعد ساعة طبعا رح حاول اكورهم مشان اغطي بقية العجينة، ما نكتر قدامنا، يعني ما بيصير نترك العجينة ونشتغل. واهم شي ما تخلوا جوات الحشوة دهن، يعني بدكم تصفوها من الدهن اذا اللحمة عندكم مدهنة، لانه قد ما كانت عجينة ظابطة راح تتفلش معكم اذا مدهنة. طبعا هون غطيت العجين، راح اشكلهم مثل مش انا عندي زيت، وفيكم تستخدموا المي كمان، المي باردة بتحطوا فيها نقطة ملح، رشة ملح، بتشكلوها مثل ما شايفين. راح نشكلهم على هالشكل هذا. طبعا التشكيل كمان اختياري، هلا اهل سوريا بيحبوا على هالشكل هذا، وطبعا عندنا اهل العراق بيحبوها هيك مدورة. بصراحة كل وحدة احلى من الثانية. راح نشوف كم لايك وكم كلمة حلوة ودعاء منكم على الكباب الحلوة. مثل ما شايفين اهم شي الاطراف ما تعبوا ولا لتم، وتخلوا الهواء جوات الكبة، يعني تخرجوا الهواء كله قد ما كانت العجينة ضابطة. وظلت الهواء اذا تحطوها بين القلي راح بين الزيت قصدي راح تتفلش معكم. اهم شي ما تضل هوا، تكبسوها من تحت لفوق على هالشكل هاد. واهم شي اذا الحواف شوي منن ظابطين بتظبطوها هيك على هالشكل هاد، وفيكن بالمي بتستعملوها او الزيت مثل ما شايفين، وصارت على هالشكل هاد. طبعا الطريقة كتير حلوة، وطبعا طعمتها كتير طيبة، وان شاء الله راح تشوفوا مني فيديوهات تانية بطرق تانية، وراح انزل كل الفيديوهات بصندوق الوصف يلي الكبب، طريقة الكبب اللي عملتها من دون اي اضافات. عندنا كبة المرق، وكمان كبة الجريش، وكمان عندنا كبة البرغل. هدول العجينة من دون اضافات، راح انزلهم واحطهم بصندوق الوصف يلي حابب يستفاد منه. وبعض المتابعين يعني صراحة عم يستفسروا عن الجريش، راح احطه باول التعليق فيديو انا منزلته يلي حابب يستفاد. وهيك رح نبلش فيهم على هالشكل هاد. طبعا التشكيل مثل ما قلت لكم اختيارية، وانا رح هلا اعطيكم كم نوع وكم شكل ان شاء الله يعجبكم. العجينة رهيبة بتجنن، كيف ما بتعملوها رح تزبط معكم. شوفوا لي اياها وانتوا احكموا، بتستاهل لايك وكلمة حلوة ولا لا. وبشكر كل واحد يرد ويحط لي لايك وكومنت رائع مثلكم. تحياتي لكم جميعا فردا فردا. مثل ما شايفين فيكم تشكلوها على هالشكل هاد، كمان فيكم صغار او كبار الحجم اللي بدكم اياه. هلا رح اعمل كم وحدة تانية، واي شي بدكم اياه اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا جاهزة على الرد. طبعا اللي بدهم صور او اي شي ما فيني هون ابعتولي على الانستغرام، ان شاء الله راح البي طلبكم. وبشكر كل واحد يبعت لي صوره وانه زبط معه الطبخات. بشكركم جزيل الشكر، وانا كمان مبسوطة كتير اذا تكونوا مبسوطين وراضين عن طبخاتي. مثل ما شايفين هلا راح نشكلهم على هالشكل هاد.
طبعا العجينة كيف ما بتشكلوها تتشكل معكم. والمكسرات فيكن من بدال الجوز، فيكن لوز، فيكن من دونه، يعني حسب المتوفر عندكم. هلا هون مثل ما شايفين انا شكلتها على هالشكل هذا، يعني حبيت اعمل كل الاشكال هيك فيكن تعملوها على هالشكل هذا. بالبداية عملتها على طريقة السورية، وهون على طريقة العراقية مثل ما شايفين. يلي حابب يعملها حتى هالعجينة فيكن تعملوها كبة كبيرة، يعني بتعملوها كبة كبيرة مثل كبة الموصل وتحشوها وتقلوها، بتطلع رهيبة مثل ما شايفين. رح نشكل هاي كمان بطريقة مختلفة، يعني بس سكروها على هالشكل هاد، وبعدها بتضغطوا عليها. اهم شي ما تضل فيها الهواء، ورح نلفها. طبعا مثل ما قلت لكم هون عندنا المي، هون عندنا زيت، اي شي بترتاحوا فيه فيكم تستخدموه. بصراحة انا بحب الزيت اكتر. في بعض المتابعين سألوني انه ما تتفلش، لا بنوب اذا العجينة كتير ظابطة. مثل ما شايفين هاي المي، هلا رح اجرب قدامكم المي كمان، يعني ما في فرق بنوب. كل ما هنالك الزيت برتاح فيها اكتر وبتعطيها لمعة وما بتسحب مثل المي العجينة بتسحب المي اكتر. هلا رح اشكل هاي كمان على هالشكل هذا. هي هالنوعية هي دائما بسلقن، وهلا عندي فيديو تاني ان شاء الله راح انزلها كبة السلق عملتها على هالشكل هذا. بس حبيت يلي صعب يشكلوها فيكن تشكلوها على هالاشكال هاي مثل ما شايفين. اهم شي طعمة الكبة تكون طيبة، وطبعا التشكيل كمان له دور حلو بالصفرة. فيكن شكلوها مثل ما بدكن، والزيت لازم يكون على درجة حرارة وسط، ما بيصير تعلو كتير. اي انواع الكبة اذا بتحطوها على اعلى درجة رح تتفلش معكن. يعني اذا شوفوا لي اياها هلا نزلتن، لازم تكون درجة حرارة وسط، يعني لا واطية ولا عالية، هيك بتاخدوا النتيجة افضل. اذا كانت عالية رح تتفلش دغري بتنفكك، يعني مثل ما شايفين. شوفوا لي اياها ما اظرفهم. وهي هي النتيجة وانتو احكموا. شوفوا لي الاشكال اللي عملتها راح انزلهم. شوف كيف طالعين حلوين، والطعم فوق ما بتتصوروا كتير طيبين. هيك راح نستمر فيهم على هالشكل هذا مثل ما شايفين. وهي هي النتيجة. هيك أحبائي بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. بتمنى قدمت شي فاتكم ونالت إعجابكم. إن شاء الله راح نلتقي عن قريب فيديو جديد وطبخة جديدة بإذن الله. شوفوا لي هلا راح أورجيكم كيف طالع النتيجة، وراح نودعكم. وألف شكر إلكم. وهي هي النتيجة. دمتم جميعا في أمان الله، والسلام عليكم.